من الأمور اللي تأكد على أهمية الشعر في قراءة السياق التاريخي حادثة رواها لي المرحوم الراوي فريح بن حماد الرمالي. يقول في الخمسينات كنا بمجلس السدارة الأمير محمد الأحمد السديري وأخوه الأمير عبد الرحمن السديري وأخوه الأمير خالد السديري وبقية الإخوة الكرام، ومسوين كرامة لبني خيهم الملوك الملك فهد رحمة الله عليه وخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز الله يطول بعمره، وبني خيهم الأمراء المرحوم الأمير سلطان والأمير نايف. يقول فأخذ أبو زيد الأمير محمد السديري يتكلم عن عبيد الرشيد ويورد قصيده ويتكلم عنه بإعجاب وأنه شخصية عظيمة. يقول بعدين قال أطيب ما بالرشيد عبيد الرشيد الله يرحمه، واخر ايامه تمرض وجابوه السعود بالرياض يعالجونه وحطوا له خدم وحشم ومات عند السعود بالرياض. يقول فقلت انا يا طويل العمر تسمح لي؟ يقول التفت علي سديري قال تفضل. قلت عبيد الرشيد توفى بحايل مو بالرياض. يقول فاعوا علي اللي حوله والعبيد والخدم واللي حوله، قالوا انت تكذب الامير وحدا عبيده يقول اسمه جوهر اقبل علي يبي يضربني. يقول فالامير السديري سكتهم وقال حسبكم حسبكم، والتفت علي قال شو تقول؟ قلت عبيد الرشيد مات بحايل مو بالرياض، والدليل بيت من عرض قصيده لولده حمود العبيد الرشيد يقول المسجد اللي به على ابوي صليت واليوم لو يذن نصيته الحالي، المسجد اللي تردد عليه للصلوات حمود العبيد الرشيد المسجد اللي حول قصر الإمارة، ومو معقول أنه صلى على أبوه بالمسجد هذا وبعدين انقلوا جثمانه للرياض. يقول فالتفت السديري قال والله البيت هذا لو أنك تسوق وشاهد على أرض أني لأعطيك صك فيها، لأنه نص صريح وحاسم في مثل هذه الحوادث التاريخية، ولذلك لا يقلل من قيمة الشعر وقراءة التاريخ من خلال الشعر وغيره من الوثائق والأدوات اللي تقرأ فيها التاريخ إلا الإنسان الجاهل في قراءة التاريخ أو الذي لا يعرف قيمة الشعر.